يعتبر صغير، يعني 14 سنة. هو عمل ايه؟ لسه ما شافش حاجة يعني. حتى الرياضة اللي بيحبها أنا مش عارفة هيكمل ازاي. هو كان أمله إن ربنا يكرمه يخش كلية شرطة أو كلية عسكرية، كان حابب يعمل حاجة يعني، كان نفسه يخش كلية عسكرية. مش عارفة هل إذا أراد ربنا وكرمه بعد كده هل ممكن في الكشف الطبي بتاع كليات الشرطة والكلام ده هل هياخده؟ يعني هو كان نفسه في حاجات كتير. النهارده هنفتح ملف جديد. انا مش عارف اقول اهمال ملف انساني النهارده مع حاله كريم اللي من فتره قريبه كل المواقع الاخباريه والسويس اتكلمت عنه ضحيه حبه للرياضه. كل البلد اتعاطفت معاه، بس التعاطف مش بالكلام. من داخل منزل كريم شارع المدينة المنورة انتقلت أسرة السويس الإخبارية أشرف أبو عمر أستاذ سماح سعد، وقلنا نروح نشوف إيه الحكاية. ويا ترى شركة النصر للبترول أعرق شركة داخل جمهورية مصر العربية، الناس أنا عارف المسؤولين عنها ناس بتحب البلد بتحب ولادها. يا ترى وقفت جنب كريم اللي أصيب داخل نادي النصر للبترول مش بره جوه النادي؟ لو هو مش عيب دخل النادي ازاي؟ ويا ترى انا اسئله بوجهها للسيد رئيس مجلس اداره النصر للبترول والسيد وزير البترول، الولد ده اصيب فين؟ داخل النادي ولا بره؟ لو بره يبقى هو يتحاسب على فعلته. لو جوه النادي اصيب ازاي؟ يا ترى العارضه وقعت عليه ازاي؟ لو هو مسك في العارضه والعارضه وقعت عليه يبقى العارضه ما كانتش متامنه، يعني كانت ممكن تقع على طفل تموته. ممكن يكون ابني، ممكن يكون ابن حضرتك، ممكن يكون ابن واحد من المسؤولين. لو كريم ده ابن مسؤول كان هيتساب. نشوف الحكايه مع استاذ سماح. بسم الله الرحمن الرحيم. مأساة كريم طالب في مدرسة اللغات التجريبية فخد الدرس في الصف الثاني الإعدادي، يعني طفل يفوق، هنقول مش طفل، في يعني بدأ في مرحلة الشباب. طيب هل من حق الشاب ده مش من حقه إن هو يلعب؟ مش من حقه إن هو يكون ليه رياضة محببة لقلبه؟ كريم بيحب الكرة الخماسية. طيب وبعد كده بعد ما يحبها هل الرد الحب ده ان هو يصاب، ان هو يتعب، ان هو يحصل له اي حاجه اي مكروه بسبب الكرة؟ احنا هنا من منزل كريم بنستضيف والدة كريم وكريم عشان نعرف القصه ايه. هل كريم هو السبب في اللي حصل له ام المسؤولين ام مين بالظبط؟ ازيك يا كريم؟ عامل ايه؟ انت ايه اخبار الدراسه الاول؟ انت واخد اجازه؟ تمام.
ايه اللي حصل يا كريم؟ احنا دلوقتي بنروح النادي، المستر الكابتن بيقول لنا بنحلم. هو التدريب الساعة 6، فاحنا بنستناه لحد ما هو بيجي، فهو اللي بيجي متأخر. مرة يجي يقول لنا ان هو راحت عليه نومة وكده، ساعات ان العربية بتاعته بتقف، لكن احنا دلوقتي بنستناه فبنتسلى بأي حاجة. تمام. هي العارضة مكسورة من تحت، المفروض كانت تتثبت بالأسمنت. تمام. واحنا كنا بنلعب، وانا واقف جون، فالكرة دخلت جون، فانا بجيب الكرة رحت اتخبطت في العارضة، ابتدت تتهز، وانا يعني احنا اطول من العارضة قصيرة، فوانا هما ايه، انا ماسك العارضة عشان ما تقعش، فهي تقيلة، راحت وقعت بينا، وقعت على وشي. هي لما وقعت على وشي، لما وقعت حسيت ان انا بجري، مش عارفة طلعت ازاي من الجبل، الدنيا كانت سودة. بعد كده حسيت ان في دم بينزل على وشي، لكن ما طلعش ان هو بينزل على وشي، طلع من الدم من جوه بقى. مش بره، الدم من الداخل. بس وزمايلي مسكوني وراحوا بيجروا بيا، طلعوا جروا بيا، انا ما كنتش شايف الدنيا كويس، راحوا لقيت راجل مسكني من كتافي وانا واقف، مش وهو شايلني كده، وانا واقف شايلني وبيطلع يجري بيا، جاب 2 من زمايله بالعربيه، راحوا طلعوني على مستشفى التأمين. بس بعد كده ما حسيتش بأي حاجه. انت بقالك كام سنه يا كريم بتلعب الرياضه دي؟ من سنتين. من سنتين؟ دي تبع المدرسه ولا تبع النادي؟ لا، هما تبع هما في 2 جم اخدونا من المدرسه. يعني النادي بياخد الاشبال بمعنى صح اللي تبع المدارس المتفوقين في الرياضه، وبيودوهم النادي يتدربوا تحت اسم النادي. ايوه. هما في 2، انا مش فاكر شكلهم ومش عارف اسمهم. جم اخدوا كام عيل. لما جم اخدونا من المدرسه، في كذا واحد يعني بيدربوه يشوفوه هو كويس في التمرين ولا لا، فاحنا ما تبقناش غير 2. انا بيقولوا ان انت مش تابع النادي. لا، انا تابع النادي، لان هما جم اخدونا من المدرسه عشان في 2 جم اخدونا. دخلتوا النادي ازاي؟ هما الاول اخدونا على منتخب السويس. لا، اليوم ده دخلت النادي ازاي؟ ده بنخش النادي عادي من البوابه عادي. ولابس تيشيرت النادي؟ لا، مش لابس لسه هما بيدربونا لسه، عشان لسه هيدخلونا يعني فرق بقى ونخش ماتشات. بس السنه اللي جايه. هنا معانا افاده من مديريه التربيه والتعليم، مكتوب فيها ايه؟ نحيط علمي سيادتكم بان الطالب كريم عادل مقيد بالصف الثاني الاعدادي قد تم انتقائه من قبل مديرين نادي النصر للبترول. وادي الافاده دي الى من يهمه الامر. تمام. يعني كريم من الاطفال الموهوبين، والا ما كانش طبعا ان اداره المدرسه توصله لمرحله النادي، وبعد كده ان شاء الله المفروض ان اداره النادي بتوصله الى مركز اعلى وحاجه افضل في الرياضه. نزلنا مع كريم من داخل منزله. بقول لك كريم، كنت متخيل ان ممكن العرض تقع عليك؟ لا، كنت حاسس انها هتقع عليك؟ عشان كانت بدايتها صغيره. هو توضيح الامر، هو كريم بيلعب طايره على حسب كلام والدته ووالده وسؤاله ان في نوادي بتعدي على المدارس
بتنقي الطلبه الموهوبين وتختار الافضل يلعب عندهم في النادي. والدة كريم ادتنا افاده جايه من محافظه السويس، مديريه التربيه والتعليم اداره الجنوب. الافاده دي بتقول ان طالب كريم عادل محمد عبد العزيز مقيد الصف الثاني الاعدادي تم انتقائه من قبل مدربين بنادي نصر البترول ضمن التنسيق الرياضي من توجيه التربيه الرياضيه والانديه بدعم الفرق الرياضيه للمواهبين في لعبه الكره الطائره، وقد تم اختياره ضمن فريق الطائره لنادي النصر للبترول قطاع الناشئين، وذلك عام 2012-2013 حتى تاريخه. اعتقد ان ده ختم المديريه لا التربيه والتعليم يحاسب عليه اللي نطلعه. لو الكلام ده صحيح يبقى الولد ده او الطفل ده بيلعب تبع النادي وسيب داخل النادي. مين اللي يراعي كريم؟ والد كريم على حسب معرفه راجل موظف بسيط مش من الاثرياء. لو من الاثرياء كان زمان اتحجز له جناح. يجيب منين عشان يعالج كريم؟ يا وزير البترول الولد ده أصيب داخل نادي النصر البترول التابع لوزارة البترول. هنقول بنقص عن حفلة، عن أي مناسبة، عن أي تكليف. أنت متخيل إنك هتلعب تاني رياضة؟ لو قالك روح نادي النصر البترول في يوم من الأيام هتروحوا؟ ليه؟ أنا انبسطت فيه كمان، مش شايف نفسي إن أنا هبقى ملتزم فيه. حاسس ان النادي اهتم بيك كواحد من اولاده؟ ست ام كريم انا بأسف للوضع اللي احنا جايين لحضرتك فيه. اهلا وسهلا بحضرتك. النهارده بناء على كلام سمعته الاستاذه اسماء ابو بكر رئيس التحرير واختي سماح وزميلتنا في الموقع بيحكوا لك مأساة، كنت يعني قد علمت ان تم الانتهاء منها وان شركه نصر البترول قامت بعلاج كريم وتحمل جميع نفقاته. النهارده انا سمعت كلام تاني، انا مش عارف اصدق مين. اصدق اللي قالوا ان احنا ملتزمين بكل علاجه، ولا اصدق كلام اللي حضرتك او والد كريم بيقولوا؟ ايه الحقيقه؟ الحقيقة ان كريم جيت من بداية الموضوع ان كريم من سنتين خدوا في من النادي بتاع نصر البترول 2 راحوا المدرسة عندهم في اللغات التجريبية في بورت جابس. راحوا التقوا منهم، خدوا منهم مجموعة من الطلبة من زمايله، وبعد كده بقى ورحنا معاهم وشفناهم ولقينا ان هم ناس كويسه ومحترمه في بدايه الامر وبيدربوا الولاد عادي وناس كويسين، واحنا ثقنا فيهم. الكباتن بتاعتهم كابتن احمد وكابتن علي وكابتن ايهاب كابتن محمد حنيده، ناس كلها كويسه، كانت كويسه جدا معانا. بعد كده لما جت حكايه العارضه دي وقعت على كريم، عبال يعني انا ما لقيتش حتى من الكباتن. عرفتي حضرتك امتى؟ كريم نزل عادي في ميعاده زي ما نزل التدريب بتاعه كل يوم خميس وجمعه في ايام المدارس. نزل عادي وراح التمرين بتاعه. بعد كده اتفاجئت ان في واحد اتصل بيا قال لي ابنك وقعت عليه العارضه وهو في التأمين الصحي، ده حضرتك بس ده هو غرزتين، خليكي ما تنزليش، هو غرزتين وقلت له لا انا نازله. طب فين؟ هو في بدايه الامر ما قاليش في التأمين، قال لي ابنك وقعت عليه العارضه. قلت له طيب خلاص، طب ابني فين؟ قال لي خليكي ده هو غرزتين واحنا هنجيبه لك. قلت له لا انا لازم انزل اشوف ابني.
راح نزلت قال لي ده في التامين الصحي، ونزلت رحت لقيت منظر صعب جدا. اول ما شفت المنظر لما شفت المنظر ايه اللي حصل؟ صعب جدا. انا مش عارفه كنت اعمل ايه بصراحه. لقيت ابني قاعد على السرير، مش ابني ده بني ادم تاني. انا اللي عرفت ان هو ابني من الترنج اللي كان نازل بيه، انما ده بني ادم تاني، ده مش ابني. وهو ما زال برضه لغايه دلوقتي برضه مش ابني. كان فايق لما شفتيه؟ لما انا رحت شفته لقيت واحد عينيه ورمه جامد جدا، مناخيره مفصوله، الدم مغرق وشه، شاشه في التامين الصحي بتاعنا هنا، شاشه في بقه، كلمه في دراعه، ومرمي على سرير في اوضه الاستقبال. في الاستقبال تحت. انا مش عارفه، انا قلت اعيط. بعد ما عيطت ومسكت رحت قلت لا انا فوق لنفسي الاول عشان اشوف ابني. رحت لما دخلت قلت اهم حاجه ان نمشي من هنا. ده اول حاجه فكرت فيها، نمشي من السويس. ده اول حاجه فكرت فيها، نمشي من السويس. مفيش دكتور. مفيش دكتور في مستشفى خارج السويس. مفيش دكاتره في مستشفى خالص. كل ما اكلم دكتور يقول لي احنا مفيش دكتور مخ واعصاب، احنا ابني هيعمل عمليه تجميع بس بشرط يكون دكتور مخ واعصاب يبص عليه. طب فين دكتور مخ واعصاب؟ قال لك مفيش دكتور مخ واعصاب هنا في السويس، ده في دكتور نفسيه وعصبيه. طب عايزين دكتور انف واذن، مفيش. فده اللي فكرت فيه. فكان والد كريم كان اليوم دوت في مأمورية في القاهرة. أول ما جه على طول جه على هناك على المستشفى ومشينا. مفيش عربية إسعاف تاخدنا، مفيش حد من الكباتن معانا إلا لما أنا اتصلت بيهم. طيب حضرتك مفيش كارنيه تأمين صحي لكريم للمدرسة؟ مش هنقول للنادي. ايوه للمدرسه في كارنيه هو اللي راح؟ لا المدرسه لا هو دخل استقبال عادي. دخل استقبال عادي. طب مش المفروض الكارنيه بتاع المدرسه يدخله غرفه في ما هو يا فندم التامين الصحي معلش برضو دي نقطه ثانيه برضو هيفرق معاه ايه؟ عيل جت بكارنيه او ما جاش بكارنيه بالوضع والمنظر مش هيبقى فيه اهتمام اكتر. مفيش خالص. انا ما شفتش اي اهتمام ولا اي حاجه خالص ولا اي تعاون من التامين الصحي بتاعنا بتاع السويس. كريم الشركه برضه ما وصلناش للسؤال اللي انا سالته لحضرتك. اتفضل حضرتك. الشركه قالت انها هتلتزم بعلاج كريم. صحه الموضوع ده ايه؟ الاول قالوا احنا هنلتزم وقالوا احنا معاكم، وطلبوا مقابله استاذ عادل بابا كريم. قال طلبوا مقابلته وقعدوا معاه واتفاهموا معاه وقالوا خلاص احنا هنطلع لك الفواتير القديمه وهنطلع لك كمان جواب لعلاج كريم. وفي مندوب جه معانا القاهره مره واحده اللي هو كان اتذكره كان يوم الاربع، وبعد كده اما جينا احنا بنروح المفروض مرتين في الاسبوع متابعه حد واربع في مستشفى عين شمس التخصصي مرتين في الاسبوع. جه معانا يوم الاربع. بعد كده اتصلنا بيه تاني عشان يجي معانا المتابعه الثانيه، اعتذر لوالد كريم. ومن ساعتها ما سمعناش اي حاجه. كل يوم والتاني بقى تفاوض ان لغايه ما اخر مره اتفاوضوا فيها برضه مع عادل، قالوا له هنديك 10000 جنيه تحت اي بند. تكاليف علاج كريم لغايه دلوقتي لسه قد ايه؟ اول حاجه اللي هي شرايح ومسامير فوق ال 25000. ده انا بكلم حضرتك على فواتير بالورقه والقلم، لكن طبعا في نسرات كتير جدا الصرف الثاني طبعا. وفي لسه طبعا لسه كريم باذن الله من بعد يوم 11/5 له 3 عمليات. دكتور هشام هلال في القاهره قال له 3 عمليات باذن الله. تكلفه العمليات دي تقريبا ايه لحد ما يخلص؟ هو قال عمليات كبيره لان هيبتدي بقى يشيل، لان كريم العمليه الاولانيه مركب شرايح مسامير في وشه كله. والدكتور مدينا تقرير ان هيبتدي بقى يشوف حته من جسم كريم يركب له غضاريف عشان المناخير والخدود. لكن الشرح المسمى بقى قال لك اللي في الفك اللي في الخدود اللي في الوش دي ممكن تقعد، لكن هيركب عشان المناخير تشتغل. لان كريم دلوقتي حاليا بيتنفس من بقه، حتى اي روايح احنا بنشمها المفروض من مناخيرنا، كريم بيشمها من بقه. حضرتك دلوقتي كريم هيخش على 3 عمليات تانيين باذن الله. والشركه ما ساعدتش باي حاجه، بالعكس هي شغاله معاكم في تفاوض. المفروض ان هي كل شويه بيتفاوضوا بيبعتوا ناس. حضرتك لو حابه توجهي رساله لحد دلوقتي توجهيها لمين؟
والله انا اوجهها لكل المسؤولين، يعني بتوع شركه نصر البترول، فين محافظ السويس؟ فين يعني معقوله ابن من ابنائه هنا في المحافظه ما سمعش بيه؟ معقوله انه وقع عليه العرض؟ معقوله انه ما سمعش؟ يعني فين محافظ السويس؟ المفروض ان هو الاب الروحي بتاعنا هنا في السويس قبل ما نطلب مثلا من خارج المحافظه. يعني احنا اول حاجه احنا ما لقيناش حتى التامين الصحي وقف معانا، ما لقيناش حد واقف معانا غير ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا في ناس تانية كتير طبعا وقفت معانا، بس شركه النصر فين؟ يعني هو دلوقتي لو كان عندكم وكنتوا عارفين انه هينفع تاني يشتغل معاكم او يرجع تاني كنتوا عالجتوه تهيألي، انما انتوا عارفين ان حالته خطيره ومش هينفع يخش رياضه تاني، عشان كده تخليتوا عنه. الكباتن بتوعه مفيش حد وقف معاه كريم بصراحه، غير هو كابتن ايهاب جالنا مره في المستشفى في التامين الصحي، لما انا اتصلت بيهم جم معانا وقال يمشي من السويس. من ساعتها مجرد مكالمه التليفون كريم عامل ايه؟ انا كنت مستنيه منهم ان يطلعوا الكارنيه بتاع كريم على اقل حاجه، ابسط حاجه ان يطلعوا الكارنيه بتاع كريم. حاسه ان ابنك حقه ضاع؟ اه طبعا حقه، لان ابني ده لسه يعتبر صغير، يعني 14 سنه. هو عمل ايه؟ لسه ما شافش حاجه، يعني حتى الرياضه اللي بيحبها انا مش عارفه هيكمل ازاي. هو كان امله ان ربنا يكرمه يخش كليه شرطه او كليه عسكريه، وكان حابب يعمل حاجه، يعني كان نفسه يخش كليه عسكريه. مش عارفه هل اذا اراد ربنا وكرمه بعد كده هل ممكن في الكشف الطبي بتاع كليات الشرطه والكلام ده هل هيبقى هياخدوه؟ يعني هو كان نفسه في حاجات كتير، وهم اظن الكباتن بتوعه كانوا عارفين كويس جدا كانوا عارفين انه كويس في اللعبه بتاعته. وابني والله من بدري بيحب كورس انجليزي، ماما انا عايزه اخد كورس انجليزي، ماشي اتفضل حبيبي، وكنا بنساعده. عايز يخش كورس كمبيوتر، هو نفسه كان بيدور مع زمايله اي كورس كان بيحب يخش، كورس كمبيوتر، كورس انجليزي، كان ناوي يخش كورس فرنساوي، كان ناوي، يعني هو حابب يشتغل، يعني حابب يتعرف على اي حاجه، وبيحب الرياضه بتاعته جدا. كان يزعل جدا لما كانوا يقولوا له اقعد عشان اسبوع الامتحانات. انا بقول حسب الله ونعم الوكيل في كل واحد ضيع حق ابني او هيضيعه. حاسه ان حقه ضاع؟ باذن الله انا عندي امل ان باذن الله ربنا هيكرمه وحقه هيجي باذن الله، باذن الله، لان ربنا ما بيضيعش يعني حق حد باذن الله. مظلوم. كريم الكبير عندك؟ اه كريم الكبير عندي. معاه كم اخ وكم اخت؟ معاه عبد الرحمن ومعاه ارتش. كان نفسك يطلع ايه؟ هو كان نفسه ربنا يكرمه يطلع حاجه، كان نفسه يطلع دكتور في الكليات اللي هي الشرطه، الكليات العسكريه، او يطلع، كان نفسه يطلع مهندس برضه. يعني هو كان نفسه يطلع بيقول لك حاجه انفع بلدي من ساعه ما شاف الثوره وشاف اللي حاصل وشاف الناس اللي بتموت. هو من نفسه كان من بدري يعني يقول انا نفسي يا ماما اكبر واخدم بلدي، عايز اخدم الناس دي. والله ده ما كلام بقوله بس عشان تصوير، هو نفسه في كده. حابه تلاقي حاجه لحد تاني او رساله لحد تاني؟ بلغ المسؤولين هم، يعني انا نفسي ابلغ المسؤولين انتوا فين؟ يعني انتوا بتقولوا احنا بنعمل للبلد وبعد الثوره والمفروض ان بيقولوا يعني، او المفروض ان احنا طبعا الثوره طلعت من السويس زي ما بيقولوا، يعني صح الثوره لسه، بس يعني بنقول المفروض ان فين حق بلدنا، فين حق الناس، فين حق ابني، ده ابسط حاجه يعني.